خد يا ولد. حلقه من الناحيه الثانيه اهو. خد يا ولد. الله 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 الله. لا اله الا الله. السلام عليكم. خدت الصدمة بقى. وهنا كان لازم نتدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رجالة؟ صباح الفل. عايزكم بقى تروقوا لي دماغكم النهارده لحتة الفيديو هيطلع عيني انا، بس ان شاء الله هتستمتعوا انتوا بيه جامد جدا. من غير مقدمات كتير ومن غير رغي كتير، عايزك تنزل كده تخبط اللايك المتين. عايزين بقى بجد المرة دي نوصل الفيديو ل 5000 لايك. بص كده الخطوات اللي تحت دي، هتلاقي اللايك سهل والاشتراك سهل. عايزين نوصل ل 60000 كده في اسرع وقت، والفيديو ده يوصل ل 5000 لايك. في البداية كده بقى هنروح ايه؟ هناخد الشياله بتاعتنا كده عشان عندنا طلعه يا رجاله. وطبعا يا رجاله لما صدقت ابتديت اعرف امشي على رجلي كويس عشان خاطر الفيديو ده انا كنت عايز اعمله من بدري. فطبعا خلونا اول حاجه نروح ناخد الحمام الزاجل بتاعنا، عشان زي ما قلت لكم عندنا طلعه هنرمي فيها الحمام الزاجل. يلا بينا رجاله. احنا دخلنا اللوفت بتاعنا الجميل. طبعا بعد لما نرمي الرميه بتاعتنا هنيجي نكنس وننضف الدنيا دي. كل ده ان شاء الله يبقى في الفيديو بتاع النهارده، بس عشان نلحق الوقت بتاعنا هلم الحمام ده كده كله في الشياله. تمام، ما شاء الله عندنا هنا حبه وعندنا حبه. والحمام الجديد هقول لكم هنعمل فيه ايه، بس ثانيه كده. بصوا الحركه دي. طيب زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، جمعنا الحمام الزاجل بتاعنا كده كله اهو. تمام، دول ال7 حمامات، وعندنا هنا ال5 حمامات الجداد. طبعا احنا فتحنا عليهم في الفيديو بتاع امبارح، الحمد لله طاروا وراحوا وجم والدنيا حلوه يا جدعان، مفيش حاجه فيهم ضاعت. قبل ما نمشي بقى هنفتح للحمام الجديد دوت. ناخد بقى الحمام ده كده. تمام، هنا اهو، نركنه كده على جنب، وبعد كده نفتح التراب. طيب وكده يا رجاله فتحنا لهم التراب زي ما احنا شايفين، والحمام جوه اهو. تمام، نروح بقى احنا ولما نرجع نشوفهم عملوا ايه. ولكن بصراحه يا رجاله احنا مش هنروح بالحمام ده بس، لازم في ضيف هناخده معانا. لوكا تعالي اصبح. طبعا يا رجاله المشوار ده مش هينفع من غير لوكا. طبعا هناخدها معانا، وانا لوحدي همشي بلوكا وهمشي بالحمام وهمشي بالاستند وهيطلع عيني. طبعا خلينا نجهزها بقى الاول كده وبعد كده نتكل على الله. يلا يا رجاله مستعدين؟ يلا بينا يا رجاله. خدنا المعدات بتاعتنا وهنتكل على الله. يلا بينا مستعدين. ووصلنا على خير يا رجاله المكان اللي هنصور فيه. وبصوا طالع عيني واتعورت وايديا باظت ورجلي باظت، ويا ريتني ما عملت التجربه دي، بس بصراحه تستاهل. بصوا يا جدعان، لوكا موقفها مكانها ايه، متتحركش. لوكا بس ست جدع. طبعا يا جدعان لسه ما جبنالهاش طوق ولا نزلنا السوق، قعدت مكانها اهي سمع الكلام، مع انها بتكره الحمام. والحمام انا سايبه بقالنا شويه، انا جيت خدت الصوره المصغره والكلام ده كله، سايبه مكانه كده يهدى. بعد كده نفتح له دلوقتي مع بعضينا، وبعد كده بقى لوكا هلعبها بقى في الارض الفاضيه اللي احنا شايفينها دي كده كلها. انا جايبها المكان ده مخصوص عشان العبها فيه، بس ما تتحركيش مكانك ست. بس كده. تعالوا بقى يا جدعان نرمي الحمام عشان بس الوقت، وبعد كده نسيب لوكا نلعب معاه شويه. يلا يا جدعان مستعدين دلوقتي هنفتح الحمام مع بعضينا ولوكا معاهم. شوف بس يا جدعان ثانيه كده. تعالي هنا بس ست اقعدي مكانك. طبعا دلوقتي يا رجاله نفتح الحمام، بس مكانك ست بس. يلا مكانك. اخطر تجربه يا رجاله. يلا يلا حبيبي. يلا بابا. يلا حبيبي. يلا يا اخويا. يلا يا عم اخواتك طار. يلا يا عم اطلع. الله 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 الله. لا اله الا الله. طبعا يا رجاله الحمام طلع هناك اهو. تمام، الحمام طلع اهو ما شاء الله. دول 5 وواحد. بصوا ده في حمام تاني. بصوا الحمام اهو يا جدعان. انا خلي بالكم رميتهم الحته دي قبل كده. تمام، هو بصوا كده جري خلاص كده راح على مكان البيت. انا جيت بس الحته دي بالذات عشان خاطر لوكا، عشان خاطر المعلمه دي نلعبها شويه. يلا لوكا. دلوقتي يا رجاله نفك لها الحزام بتاعها ده. ولا يا لوكا مش عايز تفك؟ لا يا لوكا
لوك لسه يا جدعان عايزين نجيب لها طوق، ان الطوق اللي عندي صغير بس كده بس. يلا عيش عيش اجري والعبي براحتك. بصي بس اوعي تطلعي فوق. خدي لوكا تعالي شوفوا بتسمع الكلام هنا ولا لا. خدي خدي تعالي. اوه عسى تسمع الكلام. نلعب بقى انا وياها شويه. يلا خدي خدي يلا 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 هوبا. قعدنا نلعب شويه يا جدعان، نفس اتقطع، تعبت وقعدت. طبعا بقى هنقعد نريح انا وهي شويه ونلم اشيائنا ديك، وبعد كده نروح نشوف الحمام الزاجل. هو اكيد وصل، انا رميته قبل كده، وبصراحه قبل ما كنت اروح كان الحمام جه يعني بعدها بدقيقتين 3 الكلام ده كله تمام. هلاعب لوكا شويه ونرجع بقى عشان عندنا حاجات كتير في الغايه نعملها. يلا بينا. واخيرا يا رجاله وصلنا البيت على خير. الكلبه قاعده بتريح اهي تمام، الدنيا حلوه زي الفل. طبعا انا ما خدتش المايك معايا عشان خاطر ايه يعني الدنيا كانت هتبقى صعبه اكتر من كده. تعالوا بقى نطلع نقفل عليها. معانا الشياله والمايك والستاند وكل حاجه. يلا لوكا شوفك بعدين بقى. طبعا بقى الحمام الزاجل جه ما جاش والله ما شفت ولا اعرف. هنطلع دلوقتي ونبص، فالحمد لله على المراكب ما فيش اي حاجه خالص. كمان عايزين نشوف بقى الحمام الجديد اخباره ايه، طلع ولا ما طلعش. انا مش قادر. يلا بينا يا نسلكتنا. انا كنت حاسس ان الموضوع ده مش هيخلص يا رجاله. تعالوا بقى نطلع كده نشوف الحمام جه ولا ما جاش. بس اكيد جه يعني، الدور اللي فات جه والله على طول. نقول بسم الله. انا مش فارق معايا الحمام القديم، الحمام الجديد بقى اهو. الجديد واقفين فوق اهو. كام واحده دول 3 من الجداد. والحمام القديم بص واقف فين، واقف على البيت هناك اهو. يا ولاد اللذينه يا ولاد اللذينه جم. وهنا في واحد من الجداد قاعد بياكل اهو، مش عارف مش باين، بس هو في واحد قاعد بياكل جوه. و3 من الجداد. والحمام القديم بصوا هناك اهو كله اهو. بصوا جوه واقف فين، واقف على البيت. مش مشكله. يا عظمك يا رضا. مش قادر يا رجاله والله فيصت. خلينا بقى دلوقتي ايه ننضف لهم بالمره، وبعد كده نخش بقى السلاكه ايه نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. طيب بالنسبه بقى يا رجاله للحمام الزاجل اللي بيركن ده هنعمل معاه ايه؟ صلى على النبي. علاج المركن معاه سهل جدا جدا، وان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص ليه. هقول لكم ايه الخطوات اللي نعملها عشان الحمام ما يركنش ويجي على طول وينزل هنا زي الاول خالص. فسيبوكم من الكلام ده كده كله. تعالوا بقى دلوقتي خلاص هلم شويه الزبل دول ونخش السلاكه نشوف هنعمل ايه. ما تنساش بقى لو انت بتكمل معايا لغايه هنا بطن اللايك المتين. يلا بينا. يا عبد السلام مش قادر. الحمد لله. والله يا جدعان ايديا بصوا اتخرشمت. ماسك الكلبه بايد والستاند والشياله فيها الحمام بايد، وماشي بلق برجلي عشان اعمل لكم الفيديو عشان تقدروا التصوير. المهم يا رجاله قبل بقى ما نخش في الصعبانيات والكلام ده، في حاجه نعملها قبل ما نشوف هنا. وعشان هنخش بقى الغيه جوه هنجهز بقى الحمام نحبسه عشان نبتدي بقى ننشا ونروق على حالنا. تعالوا في خطوه مهمه لازم تعمل. اخبط لايك بقى قدر. زي ما احنا شايفين الحمام واقف مستنينا بره. ناخد له شويه كلفه كده حلوين زي ما احنا شايفين كده يا رجاله وهنأكله. طيب يا رجاله هنأكله ليه بقى؟ بصوا يا جدعان ان شاء الله هأكل الحمام زي ما احنا شايفين كده تمام. وبعد كده هبتدي ابوب الزغاليل دي كلها، ولكن هم هياكلوا كل يوم كده سايب مع بعضيهم، بس هيسيبوا يا دوبك هم الساعه يا اما اللي هيسيبوا فيها يا اما اللي هياكلوا فيها ويتحبسوا. ولكن بقى شغل اللي هم سايبين في الغايه 24 ساعه ده عمرهم ما هيدوني في الجو اللي انا عايزه، وعمرهم ما يدوني ساعه وساعتين زي ما انا بعمل مع الحمام. لازم الحمام ده يكون مقفول عليه 23 ساعه 22 ساعه كده
وبعد كده يسيب بقى الساعه براحته دي هيديك فيها اللي انت عايزه. المهم هنشوف كل حاجه، نسيبهم ياكلوا بعد كده نرجع نحبسهم تاني. واخدين بالكم الحمام عامل ايه لما سمعوا ان انا باكل بره؟ بسم الله ما شاء الله كله قاعد. حاضر يا حبيبي خلص الفيديو هاكلكم. حاضر ما تحرجوناش قصاد الناس يقولوا مجوعكم ولا حاجه. مش عارف. المهم يا رجاله انا بضرب عيني هنا كده لقيت ضحيه جديده، مش عارف بجد والله يا جدعان. يعني مش كل الناس والله العظيم انا ما قصدي حد، بس الناس اللي عينيها وحشه او اللي بتحقد وهي قاصده يعني يقولوا بسم الله ما شاء الله. انا مش قصدي والله العظيم على اللي بيتفرج عينه كويسه وبيتمنى لنا الخير، لا بتفرج على اللي عينه في حياتي كده رجلي كانت هتبوظ والحمام عمال يموت. يعني بصوا امبارح زغلول مات واول حمامه ريحانيه ماتت، والنهارده زغلول تاني مات. والله يعني بصوا الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بس اللي بتمناه يعني اللي ما بيقولش بسم الله ما شاء الله يقول ما شاء الله على اي حاجه في حياتك. سيبك من الفيديو، سيبك من الحمام بتاعي، مش مشكله كله يموت مش هتفرق معايا، بس عود نفسك كده ما شاء الله دي لسانك على اي حاجه. ومحدش يزعل مني والله العظيم يا جدعان، بس ده يعني بتشيل عين. انت ممكن ذات نفسك تحسد نفسك، ممكن اكون انا اللي حاسد نفسي صح؟ ما علينا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا الحمد لله كويسين. بس في حاجه عايز اعرفها لكم يا جدعان، الناس اللي بتقول لي ما تقعدش تعرض في حاجتك وتعرض في زغاليلك والكلام ده، ما كده بتاخد العين وما بتاخدش العين. عايز اعرفك على حاجه يا صديقي، ان هو ده المحتوى بتاعي، يعني هو محتوايا حمام، فانا لازم اعرض لكم الزغاليل، اعرض لكم البيض، اعرض لكم الحمام. هو ده المحتوى بتاعي وهي دي ضريبه المحتوى بتاعي، ان الحمام يموت حمام يعيش، فانا راضي والحمد لله. بس هنعمل ايه؟ كل شيء اسمه ونصيب يا جدعان. الحمد لله الحمد لله. عارفين يا رجاله انا بصراحه الولد شمشون ده صعبان عليا، انا شمشون صعبان عليا، يعني قافل عليه ومش متجوز والسلاكه كلها بكوره. جت عليه يلا يا عم خليه يضربهم ولا يعمله. بصوا بقى يا جدعان هوقف معاكم اكل الحمام اللي في السلاكه كله، يكون الحمام اللي بره كلب، بعد كده نروح نبوبه. يلا بينا يا رجاله. ده اللي بتكلم عليه. بصوا طالع عمال يزيف على الحمام كله. بصوا بياكل الحمام، بياكل الحمام. عشان كده ما كنتش عايز سايبه، ما شاء الله مش هيخلي فرد حمام هيسيطر. طب انت ولا القرباج؟ لا بصوا يا جدعان، بصوا بطل. عشان كده والله ما برضى سايبه، بس ما علينا نسيبنا منه عشان نلحق وقتنا احنا. رجاله الحمام الزاجل كله قام اهو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. معاهم حاجه جديده؟ لا الجديد واقف فوق اهو تمام، بس هما شكلهم معاهم حاجه من الجديده. معاهم فرد اللي هناك ده غريب يا رجاله، معاهم فرد غريب. هما ايه كل مره يطير معاهم حمام غريب وما بيجيلناش حاجه. بصوا يا جدعان ما شاء الله. ايوه بقى العب ان شاء الله يا جدعان. هعالجهم لكم من المركن، اخليهم بص ينزلوا وهم طايرين كده اهو، ينزلوا على هنا ان شاء الله بطريقه سهله جدا جدا جدا. بصوا يا جدعان ما شاء الله معاهم فرد من الجداد على فكره. وفي حمام من الجديد واقف لنا اهو ان شاء الله. الله بصوا الجديد، بصوا جه من الهوا على هنا، ده اللي بقول لكم عليه. ومعاهم بصوا الحمام الجديد بينزل من الهوا ايه، من الطيران بينزل على غيره. والله انتوا ابطال والباقي طاير هناك، فنسيبنا منه ما نكمل اكل الحمام. طيب يا رجاله احنا دلوقتي صباعي واقف مش دلوقتي احنا عندنا 8 عيون وعندنا 12 فرد حمام. هنسكنهم بقى ازاي؟ صلوا على النبي. احنا عندنا في حدود اخوات بتاع 2 أو 3 اخوات، يعني 6 حمامات. فاول حاجه هناخد الاخوات نحبسها. نقول بسم الله. ناخد اول حاجه اول زغلولين شقلباظيات كده يا جدعان زي ما احنا شايفين، وهنحطهم هنا كده في اول باب نقفل عليهم. نيجي بقى تاني حاجه، عندنا الاثنين اللي كشاك تمام ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده لو باين معاكم. هنقوم حاطينهم في الباب اللي تحتيه نقفل عليهم. وبعد كده بقى عندنا ايه؟ عندنا كده 6 بيبان فاضلين، عندنا 6 بيبان فاضلين، وعندنا مفروض 8 حمامات. نسكنهم ازاي دول؟ ما علينا. ناخد الازرق قطيفه تمام، ناخد الاول الفراغ ده كده نحطه هنا، وناخد الاسطوانه دي شكلها طالعه بنوته زي اختها، مش عارف القص دول ما بيجيبوش رجاله ليه؟ مش عارف انا. بصوا يا جدعان ما شاء الله عامله ازاي؟ فرخين اهي الله اكبر اهي تمام. هي باين عليها انها بنوته، فديك ايه نحطها بس في باب دلوقتي
وبعد كده نجوزها في ذكر جوه انا منمر عليها على فكره وشايل له دي، فهنحطه في الباب ده تمام. وعندنا بقى ابن سوزي. عندنا مين؟ ابن سوزي، بسم الله ما شاء الله اهو. شكله برضك تسرع ده مش عارف بقى طلع ده يا جدعان. طب قولوا لي ابن سوزي ده طلع ولد ولا بنت؟ بس هو شكله ولد مش عارف، بس ملامحه مديه البنت، فما علينا. نقوم حاطينه في الباب ده. وعندنا الاسترالي الاسكندراني هذا تمام. اثبت هذا. عندنا الاسترالي الاسكندراني ده شكله طالع واد. بصوا يا جدعان عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله تمام اهو. هنحطه في الباب اللي تحتيه. طيب احنا كده عندنا بابين وفي 4 حمامات. في الاسترالي ده واخوه، بس اخوه عش قبليه يعني عش بعديه، اللي هم دولت يا جدعان. اثبت يلا. اللي هم دولت يعني عندنا ده كده اهو تمام. ده عش وده العش اللي بعديه، فانا لو حطيتهم مع بعض هيضربوا بعض فاهمين؟ فمش عارف، نجرب ونشوف. ناخدهم نحطهم في الباب الاخير ده هنا اهو. هما مش هيضربوا بعض، دول هينفخوا بعض. وعندنا البنيلي ده بس بيقلش. عندنا البنيلي ده بس كنا عايزين احنا كام باب هنا تاني والله، بس يلا الحمد لله. عندنا البنيلي ده بس بيقلش، هنحطه في الباب الاخير ده. وعندنا اخر حاجه، هو ده كده كده مش هينفع معانا لا في طيران ولا غيره يا جدعان، بس يمكن انا سايبه بس معاهم كده. الاحمر الغزال ده اصلا ناقص كالسيوم والدنيا بايظه معاه، هنحطه مع البنيلي ونشوف. تعالوا بقى نشوفهم دلوقتي كده وهم في البيبان بتاعتهم. طيب نقول بسم الله. عندنا اول حاجه كده الاتنين البيتش على باظ في الباب ده تمام. تحتيهم على طول الاتنين الاكشاك تمام. انا هسيبهم اتنينات كده لغايه اما اوفر لهم بيبان. و عندنا الازرق قطيفه ما شاء الله. وعندنا الاستراليه دي تمام. دي ممكن اعزلها جوه اصلا عشان هي باين عليها انها بنوته وما افتحلهاش من بدايتها، ولا انتوا رايكم؟ استنى رايكم في الكومنتات. بس هي بنوته اصلا يعني 100% بنوته، فممكن نعزلها على الله سهله. وعندنا ابن سوزي ده شكله طالع دكر، شكله طالع دكر ومدي الانتايه برضه مش فاهم له حاجه والله. وعندنا الاسترالي الاسكندراني ده تمام. وعندنا الاتنين دول زي ما قلت لكم هيضربوا بعض مش هيسيبوا بعض، دول اخوات بس كل واحد عش قبل التاني فاهمين؟ امك. وعندنا اخر حاجه ايه اللي هما البنيدي والاحمر الغزوره اللي هو بقى عامل احسه بلدي، اقول بلدي عادي تمام. فما علينا يا جدعان. انا شمشون مش هيسكت، شمشون مش هيسكت. بصوا ماسكهم دكر لازم يعلم عليه. يا شمشون انا قلت اسيبك عشان تبقى كويس، تضربليش الحمام. سيبه هياخدوا على بعض، هو عايز يسيطر، هو دكر على الباجي، هو على الباجي الغير ما شاء الله. فكده يا جدعان قفلنا عليهم كده. بقى ناقص نحط لهم المكالف والحاجات بتاعتهم، وان شاء الله يا جدعان من الفيديو الجاي هنبتدي بقى ندشرهم وهنبتدي نفتح الحمام نشوف الدنيا. المهم ده كده الفيديو بتاعنا النهارده عشان ما اطولش عليكم. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استمتعتم بيه. الحمام الزاجل مش عارف في لسه واقف فوق هنا ولا لا، هم يا جدعان تمام. الزغاليل الجديده واقفه والدنيا حلوه، والقدام هعلمهم الادب. وبس كده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. كان معاكم يوسف صبحي، سلام.